المباشر يقول لهم دابا المغاربه قالوا لي عافاك حميد سير عند ايمن، بغينا نعرفوا واش النساء كبر نصاب، واش هذا غير تيشفرنا ومازال صغير، لان راه قال لك دختي عليهم وتاكوك. دختي عليهم ما تكتوفي. هادشي دابا والله تتزيد تشوف هاد الحالة، والله تتزيد تحيد واحد نقدر تبسوا زدان كيما تودين تودين، كيما تودين تودين. أزدان الحفيان حيدي صندالكو، أزدان القرع نسطليه هي في العمر. راك الحاله المدنيه نشوف شحال فيها. نوض عطيني الحاله المدنيه الله يعطيك الصحه. لا هانت جاوب كاميرا زين هذا خنا الخيط غير باش نشوفوا التصوير ديالي هاي. عارف تقرا؟ لا ما نعرفش. سميتك انت؟ أيمن الحمد. ايمن الحمدوشي. فين لقيتيها؟ يا لقيتها. ايمن الحمدوشي. امك سميتها سعاد. مش سميتها سعاد رخيص. وباك سميتو ابراهيم. إبراهيم زديد. هي بنت ابراهيم. بنت ابراهيم هي. بنت إبراهيم. وراه خلق انت فوقاش خلق في 1900 قولها انت 1900 فين هي بعدا؟ وراه في 2000 شنو هذه في 2015 شنو 2015 وراه خلق في 2015 16 17 18 19 20 21 22 23 عطات 8 سنين وراه ديك السنين. ويلا شو 8 سنوات. وهذاك اللي تقولي وهذاك اللي تيقول لي نصاب ولا قوم شوي باش نسمعك. هذاك اللي تيقول لي نصاب ولا في حاجه. الصوت صوت بس نصاب بعدا. نعم. نشرب. بتشرب؟ شرب يلا نخليك تشرب. إذا أخي المتابع الكريم الغاية من هذا البرنامج هو أننا نشوفوا هذه القصة التي حيرت المغاربة بل حيرت مغاربة المهجر. قصة من الواقع. طفل صغير العمر ديالو ما كيتجاوزش 8 سنين بان على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة ديال المنابر اللي حاولت تشوفوه ومجموعة ديال اليوتيوبرات مما أثر الجدل. واش أكبر نصاب ولا أصغر نصاب كما نعتادوا مجموعة ديال المنابر أو لا ضحية؟ أيمن جينا عبر خاصية المباشر بطلب منه ومن العائلة ديالو وبحضور الأم ديالو والخالة ديالو وحتى خالو. الأب ديالو طريح الفراش ولكن الأم ديالو غادي تحاول ربما قالت لك حميد تقهرت أنا في ولدي وحتى أنا مريضة وبغيت نعطي رسالة للمغاربة. نعم تفضلي. كمل يا اختي. لا سولها زين. واخا اختي كيقولوا عليك نصابه كيفاش؟ حاشا خوتي المغاربه باش انا نصابه، انت وجهي ماشي ديال النصب. لو كان بغيت نصب كون بزاف الحوايج، ولكن حاشا انا مريضه. انا هاد وانما تفضلي. لا انا مريضه ماشي ما مريضاش، وعندي الوثائق بان انا مريضه. انا وزاره الصحه مكلفه بيا. كيفاش اختي الوثائق عندك كيثبتوا على انك مريضه؟ هما عندي ورينا اختي. هما هذا الدوسي ديال هذا الدوسي اللي فاتحه معايا وزاره الصحه. ها هو. الا ما تصبتش انا مريضه نتعدم. ها هما هادو جيتهم هي البارح. هادو وزاره الصحه هما اللي مكلفه بيا. لو كنت انا صحيحه ما غاديش انا نمشي، ما وزاره الصحه اصلا ما غيتدخلوش. مستعده ان يجي شي طاقم صحي طبي ويقلبك لالا واذا تثبت بانك ماشي مريضه راه كيستغليتي دري صغير. انا استغل نمشي للحبس. الا كذبت نمشي للحبس. لان علاش انا ما كنستغلش ولدي هو اللي هضر. نعم لالا البوح ديالو هو اللي كاع هو الجزاء كيرجع ليه، هو الشكر كيرجع للولد الصغير. ولد صغير تبارك الله عليه. نعم. هو اللي خلانا حنا يشوفونا الناس اللي محسنين ويجوا عندنا الصحافه وداك الشيء. هو اللي هضر في الزنقه وصحابو هما الدراري اللي في ولاد الجيران هما اللي هضروه باش حنا وصلنا لهذا الشيء. اما انا كون ما نفضل هذا الولد الصغير
ما غيشوفونيش وزاره الصحه، ما غيتكلفوش بالعلاج ديالي وبالعلاج ديالو. هو تيتعالج في السبيطار ديال الدراري الصغار في بنو سينا، ها هو جا غير اليوم. اما انا ها الوثائق كاين ما يثبت بان اليوم كان في بنو سينا. كاين واحد الورقه كاين ارى لي هذوك الله يجازيك. نعم. ها هي الورقه ديال اليوم ديال التحاليل. شحال في عمر ولدك؟ ولدي عنده 8 سنين، وهي الحاله المدنيه فيها 8 سنين. نوريكم الحاله المدنيه، واللي كذب الله اللي غادي يخلصو. اما حنا ما تنبيعوش وجاهنا. راه لي الحاله المدنيه، واللي كذب عليا غنتابعو قانونيا، واللي كذب ما غنسمحش ليه حتى الغدا قدام الله. ما غنسمحش ليه انا اللي كيكذب. انا الا ما دعيتوش هنا. جاو عندك صحفيين وجاو عندك منابر صحفيه وما بغيتيش تلبي الطلبات ديالهم بالدعم اللي بغاو يقدموا لك. شنو بغيتي تقول يا لاله في هذا السؤال؟ شنو بغيت نقول في هذا السؤال؟ بلا ما نذكر سمياتهم ولا ما تسميش. ماشي مشكل. جاو عندي وحدين من كازا بلا ما نذكر ما سمياتهم. تسميش الله يعطيك الستر. لا ما سميتهمش، انا خليتهم منهم الله. نعم. مهم جاو لعندي قال لك لاله غتمشي، حنا محسنين بغينا نديرو خير، بغينا نعالجوك، ممكن ندوك لواحد الكلينيك في كازا. انا يا هاد الناس جاوني على غفله، واش غير جاو قالوا لي يلاه غادي نمشي. انا ما غاسلش حياتي، انا حياتي غارقه حاشاكم في التبول، وغادي نجي وغنمشي. قلت لهم صبروا عليا حتى الغدا تندوش ونسميتو ونكون مرتاحه نفسيا. وانا لان مريض، انا ما تنعش مزيان لان عندي مشكل في النبوله. ما غاديش نخلط انا واحد جا عندي ما تنعرفوش وقال لي يلاه وغادي نمشي معاه، ما يمكنش ليا غادي نجي ونمشي معاه. التعاليق ديالكم الاخوان، واش كتبان هاد المراه مريضه او لا غير تتمرض علينا؟ هذا دابا موضوع اللي جينا نضامنوا ونبينوا الحقيقه ديال هذا الملك، انها واعيه لانها هضر وعاد جاي من السبيطار. والغايه من هذا البرنامج نعرفوا الحقيقه. انا اطالب بلجان. شكون؟ لا ويلي مالك؟ بغيت يوريه التحاليل على يداك. على يدي. تفضل